السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في أكتر موضوع بيشغل بال أي حد يفكر يشتري عربية أو حتى عنده عربية حاليا، وهو توفير البنزين. النهاردة أنا جمعت قائمة لأكتر 10 عربيات موفرة في البنزين، والترتيب هيكون من الأوفر للأقل توفير. بس قبل ما نبدأ لازم نكون متفقين على قاعدة ذهبية: رجلك هي اللي بتحدد استهلاكك. الأرقام اللي هنقولها النهاردة هي أرقام مسجلها ملاك العربيات دي فعليا في ظروف قيادة مثالية، يعني لو رجلك تقيلة على الدواسة أو دايما حارق على الغيار الأرقام دي هتزيد معاك طبعا. معاكم محمود رمضان، وما تنساش تكمل الفيديو للآخر لأن العربية رقم 9 كانت مفاجأة ليا أنا شخصيا. أول عربية معايا النهاردة هي سوزوكي ألتو، الاستهلاك الرسمي بتاعها 3.7 لتر لكل 100 كيلو. التجربة الفعلية للملاك جابوا بيها 4 لتر لكل 100 كيلو، ولو قرصت عليها مش هتعدي ال5.5 لتر، وهي الملكة في التوفير بسبب وزنها الخفيف وموتورها ل 800 سي سي. رقم 2 العربيات الهايبريد زي تويوتا كرولا النسخة الهايبريد، الرسمي بتاعها 3.8 لتر لكل 100 كيلو، وفي الزحمة بتبهرك في توفير البنزين لأنها بتعتمد في الزحمة على الموتور الكهرباء. لكن لو على طريق سريع ودوست بنزين جامد الموتور ال 1800 سي سي بيتدخل، والاستهلاك ممكن يوصل من 5 ل 5.3 لتر لكل 100 كيلو. العربية رقم 3 سوزوكي اسبريسو اللي اتكلمنا عليها الفيديو اللي فات، من ضمن أكتر 5 عربيات اقتصادية في مصر. الرسمي بتاعها 4.6 لتر لكل 100 كيلو، عربية عملية جدا ومع السواقة الهادية بتفضل في رينج ال5 لتر، لكن تصميمها غير الانسيابي بيخلي استهلاكها يزيد لو جريت بيها شوية. 4 ميتسوبيشي أتراج، الرسمي بتاعها 4.8 لتر لكل 100 كيلو. بفضل الفتيس السي في تي والموتور التلاتة سلندر العربية دي اقتصادية جدا، الملاك بيسجلوا معاها 5.2 لتر لكل 100 كيلو، وبجد هي من أذكى الخيارات للي بيدور على الاعتمادية. رقم 5 هيونداي اي 10، الرسمي بتاعها 4.8 لتر لكل 100 كيلو، عربية رشيقة وموتورها ال 1200 سي سي متناغم جدا. في المتوسط بتعمل 5.5 لتر لكل 100 كيلو، لو سواقتك رياضية شوية ممكن توصل معاك ل 6.5 لتر لكل 100 كيلو. رقم 6 كيا بيكانتو، الرسمي بتاعها 5 لتر لكل 100 كيلو، بتقدم أداء ممتع مع استهلاك متوازن. الملاك بيوصلوا ل 5.8 لتر لكل 100 كيلو في المشاوير المختلطة. رقم 7 سوزوكي سياز أو تويوتا بيلت، الرسمي بتاعهم 5.1 لتر لكل 100 كيلو، عربية صالون واسع وبتنافس في التوفير. التجربة الفعلية بتقول 6 لتر لكل 100 كيلو، وده رقم ممتاز لعربية بالحجم ده. رقم 8 رينو ميجان ال 1300 تربو، الرسمي بتاعها 5.4 لتر لكل 100 كيلو. هنا بقى التكنولوجيا بتفرق، التربو بيوفر بنزين طول ما انت هادي، لكن لو دوست كيك داون عشان تاخد اداء الموتور الاستهلاك ممكن ينط ل 8 او 9 لتر بسهوله. العربيه رقم 9 والمفاجاه بالنسبه لي ام جي 5، الرسمي بتاعها 5.8 لتر لكل 100 كيلو. ليه بقول صدمه؟ لانها رغم التكنولوجيا اللي فيها وحجمها الا ان الفتيس السي في تي بتاعها بيخليها تسجل 6.2 لتر في المتوسط، وده رقم اقل وافضل من منافسين كتير مشهورين بالتوفير. رقم 10 نيسان صاني، الرسمي بتاعها 6.9 لتر لكل 100 كيلو، هي في المركز العاشر معانا لان استهلاكها الفعلي مع الناس بيوصل ل 7.5 لتر، وممكن يكسر ال 8.5 لتر في الزحمه القويه بسبب الفتيس الاربعه غيار القديم اللي بيخلي موتورها دايما شغال بمجهود اعلى. زي ما شفتوا الارقام الرسميه حاجه والواقع حاجه تانية، بتعتمد على اسلوبك في السواقه. ونصيحتي ليك عشان توفر في البنزين: اول حاجه حافظ على صيانه عربيتك، بوجيهات فلاتر وزيت بلزوجه مناسبه. رقم 2 اظبط هوا الكاوتش لان الكاوتش النايم بيزود استهلاك البنزين جدا. رقم 3 واهم حاجه خلي رجلك حنينه على الدواسه. اتمنى يكون الفيديو ده ساعدكم تاخدوا القرار الصح. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد من عالم العربيات، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.